يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. ايه رأيكم في سندوتشات الكبدة في العيش البلدي كده؟ خيال خيال يا نيس. ولا الطعم حكاية؟ تيجوا كده نعرف سر التتبيلة بتاعتها وازاي الكفر ما يسيبش منك. اول كده حاجة انا معايا كده كيلو الا ربع من الكبدة غسلاها، واللي هتقولي ما بتتغسلش اقول لها براحتك ما تغسليهاش. انا عن نفسي بحب اغسلها. شايفين الاخرام اللي فيها دهيت؟ دي بتبقى فيها تجمعات دموية، انا ما بحبهاش، بقرف منها، فبديها شطفة وبنقعها كده في قلب ليمون. وبعد كده بديها شطفة كمان. بعد كده ابدأ التتبيلة بتاعتي. هنا التتبيلة بتاعتي بعصر عليها ليمونة، نص ليمونة. بحط كده معلقة خل كبيرة واقلبها ببعضيها. انا كده بتبلها مش بغسلها، وحاطه تحت المصفى طبق عشان خاطر الدم والميه اللي هتنزل منها. وبحط كده معلقتين توم مفرومين مع هريسه شطه. وبحط بقى فلفل اسمر ومعلقه توم معلقه كمون كبيره. الكبده بتحب الكمون عامه يعني، فلازم نزود الكمون شويه. ومعلقه كزبره صغيره. واحط ملح واحط شطه. زي ما قلت لك، حابه تغسليها الكبده تغسليها، مش حابه براحتك. انا عن نفسي بديها شطفه كده وبنقعها في ليمون، بعد كده اشطفها تاني بعد الليمون. وببدأ بقى اتبلها. هنا بقى هتبلها كويس، هقلبها واسيبها ترتاح في التلاجة ساعة ساعتين. انا مش مستعجلة عليها النهاردة. لو انتي مستعجلة تقدري تخليها في التتبيلة دي نص ساعة وتشتغلي فيها بقى بعد كده تقليها. بس انا هسيبها كده في التلاجة واحط الطبق ده زي ما هو كده تحتيها، عشان اي حاجة تنزل في الطبق. هنا بقى كانت ارتاحت معايا في التلاجة شوية. هبدأ اقليها بقى. جبت هنا دقيق وهحط عليه ردة. ده السبب اللي بيخلي الكفر ما يقعش من الكبدة. لازم نحط دقيق عشان الدقيق هو اللي هيخليها تمسك. في نفس الوقت تبقى فاتحة معانا في القلية، ما تبقاش غامقة. لو انت حطيتي ردة بس هتبص تلاقي الكبدة وانت بتقليها اسودت معاكي، وهي بتبقى لسه يعني مش مستوية. فيستحسن ان انت تحطي دقيق معاكي، تدي تفتيح، وفي نفس الوقت بتخلي الكفر يمسك في الكبدة. اهم حاجة كده نغلفها بالدقيق والردة حلو. وما تقلقيش مش هتسيب معاكي في القلية. لكن انت لو حطيتي ردة بس هتبصي هتلاقيها وقعت معاكي في القلية في التحمير وانت بتحمريها. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويا ريت كده نصلي على النبي في التعليقات. هخلص بقى كل الكمية دهيت بالطريقة دهيت. ولو حابة تسيبيها ترتاح كمان في الطبق بعد ما تغلفيها تمام، مش حابة انت ممكن تشتغلي فيها على طول. هنا جبت طاسة بقى وسخنت الزيت. اهم حاجة ما تكتريش الزيت، لان الزيت دوت حرام هيترمي بعد كده، مش هيبقى ليه استخدام تاني. ما لانه هو مش بطاطس ولا بتنجان ولا فلفل ولا اي حاجة اللي انت هنقول تقلي فيه حاجة بعديه. لكن زيت الكبدة والسمك عامة ملهمش استعمال تاني. بصوا لو احنا كنا حطينا ردة بس كان الكفر هيقع، وفي نفس الوقت هتبصي تلاقي اغمقت معاكي عن كده. لكن الدقيق بيديله تفتيح، وفي نفس الوقت بيخليه يمسك، مفيش حاجة وقعت في الطاسة اهي، والطاسة زي الفل. حابة تعملي الطريقة دهيت ومن غير ما تقليها، وعايزة بقى تقومي عاملاها في قلب طاسة كده بحتة زبدة او بزيت، وتديها كده تشويحة بتبقى زي الفل. في مرة كده ابقى اعملها لكم بالطريقة التانية. بس انا الولاد كانوا عايزين ياكلوا كبدة بالردة، قالوا لي يا ماما هاتي لنا من عند الشرقاوي، الشرقاوي ده جنبينا. قلت لهم لا انا هعمل لكم. بصوا اللي انا حطيتها الاخيره دي كانت برده بس، كانت خلصت الدقيق بالرده، وكسلت ان انا احط دقيق فعملتها برده بس. هنا بقى عملت سلطه الطحينه، وقطعت كده شرايح طماطم
وكان عندي خس كابوتشي وقلت اعمل لهم بقى ايه السندوتشات كده في العيش البلدي بتاعنا. حابه تعمليه فين، حابه تعملي جنبها شويه مكرونه براحتك اللي يعجبك. مفيش اي مشكله، شويه رز بشعريه شغال، يعني كله شغال. بس هما كانوا نفسهم ياكلوا سندوتشات، فانا قلت ايه اعمل لهم زي العربيات اللي بتبقى واقفه بتبيع او زي المحلات. قلت اعمل لهم زي هما بيحبوا عامه اكل الشارع، قلت اعمل لهم زي ايه ما بتتعمل بره بالظبط. تقدري برضو ايه تعملي سلطه خضراء جنبها بدل ما تحطي الطماطم والخس في قلبيها، اللي يريحك، او شويه ترش او مخلل كده جنبيها. مفيش اسهل من كده، مبتاخدش وقت معاكي عادي، وتنفع غدا تنفع عشاء. حاجه سهله كده، تغيير عن الاكل المعتاد. اه بصوا بقى الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم كانت طعمها تحفه وطريه وجميله. وعندي كمان فايض اهوت، ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه اللي يعجبك. واستنوني في وصفه جديده من وصفات لومه، واشوف الشكو على خير.